حبيبي هذول وقعوا مع لاعب جديد ثاني في ساعتين، صفقتين ما قد صارت في اي نادي في العالم. من قومهم طفشانين، من قومهم خلاص بدأوا يدخلون الان في حركاتهم اللي ما هو بزينه ذي. جابوا قوميز بعد التكميم، نزلوا لهم قوميز بعد التكميم، قالوا تعال برجع لكم الايام الخوالي. كل واحد كان يسوي كذا، جانا واحد يسوي كذا، بس انه نحيف سيقان كراعين اخو كانه صغير. من هو ذا عبد الكريم الدارسي ذا؟ متى درس متى جانا؟ وش وضعه؟ كيف لعبه؟ وش اموره؟ انا ترى ما احب اللاعب اللي يجينا كذا على غفله، اللاعب يجينا كذا يصدمنا ما حد يعرفه، هذا اعرف انه بيكون كابوسك لمده 3 صفارات قدام، ما عاد تعرف تتكلم بعد. طفى لايك شير وشكلها بدينا في الشيء اللي رجعوا والله رجعوا. لا كذا كثير يا جماعه، كذا كثير يا الهلال يا جماعه. ايش اللخمات ذي؟ خلونا نصلي على النبي. اصبر شوي. عبد الكريم دارسي بشكل رسمي لاعب لنادي الهلال. عاد اول ما شفته انا تحمست بزياده، فكرت الياو. بس يلا منور الحته، يعني طالبين منكم الياو احنا، بس يلا. يا عبد ابو دارسي ما يقصر، لاعب محلي ومن اللاعبين الكويسين. لياو العرب منور الهلال. وتخيلوا يا جماعه عبد الكريم دارسي اول ما وقع مع الهلال نزل تغريده، ايش قال؟ قال انا هلالي اول تالي كذا، يعني واضح انه عاشق من زمان. قايلين لكم يا جماعه نص لاعبين انديتنا او الانديه الاخرى عشاق للهلال، بس ما حد راضي يستوعب. فاكتبوا لي رايكم الحين في الكومنت، تنسون اضافه ولا السلام عليكم يا جماعه الخير. نادي الهلال قاعد يستهبل، والله العظيم قاعد يستهبل. صفقه ثانيه عبد الكريم دارسي هلالي. يا نادي الهلال وش في امك انت؟ صفقتين ورا بعض. طيب ارحمني يا مسلم، خلني اشوف، خلني اتفكر في موضوع الاجامي. صفقه ثانيه على طول. والله مستحيل، والله العظيم اللي قاعد اشوفه ذا مستحيل يا جماعه الخير. ماني براقد اليوم، ماني بنايم لين اشوف الصفقه الثالثه. مستحيل اللي قاعد يصير الان، مستحيل اللي قاعد يسويه نادي الهلال، شيء غير طبيعي. صفقتين في ساعه بدون اخبار بدون اي شيء، جنان، هذا جنان والله. وصارت يا جماعه عبد الكريم دارسي لاعب الاهلي، المهاجم الاهلي، يوقع النادي الهلال رسميا بعد لا جامي. الهلال يدخل بقوه في الصفقات بصراحه، واضح من كلام فهد بن ناف الامس، حان وقت الصفقات. لا جامي، دارسي، ممكن انزاقي، وبعدها برونو وسمن والاسماء القادمه. ننتظر نشوف اي خبر قادم يا جماعه. احنا نازل في البرنامج الاصفر، ما يمدينا اصور مقطع اسمي بالعربي، بتحصل حسابي هناك. السلام. والله بقى نبي من الاتحاد، بالله من مره الاتحاد القادسيه، القادسيه مع الخط نفس الطريق، جيبوا لنا واحد بعد معه. والله شكل فهد مفرج يمشي على الانديه. اللي بيلعب كاس العالم معنا يرفع يده، يلا بسرعه، يلا خذ شنطتك وتعال. النادي الباص من غير يمشي ياخذ من كل نادي واحد كذا. الحمد لله كل حال. خلاص الحين خلصنا، نبي الاجانب. متى الاجانب؟ متى نبي نروح للاجانب، نبي نشوف من اللي جاينا جديد ومن الله. الحمد لله على كل حال. حمدانا تونا نقول وقعنا مع الاجامي، ايش فيكم وقعت مع دارسي؟ كذا من اول عبوا الثلاجه لان هذه مو بعقود وصفقات، هذا اكيد انت قاعد تقضي. تقضي ملينا سنه كامله على مويه وخبز، الثلاجه فاضيه، الثلاجه تصفر. عبوا الثلاجه عبوها. دارسي مبروك، موهبه والله موهبه، الف مبروك. كثرتونا من المحلي، ها اسبوع محليات، نبغى من برا تكفون، نبغى اشياء فواكه من برا مستورد. انا عادي الصفقه الجايه الهلال تشوف يعني لاعب معاه تونه وجبن وخبز عادي جدا، الثلاجه فاضيه سنه كامله. احنا قادرين. انتبهوا لعيالكم، انتبهوا لاسركم، لا حد يطلع. انا اقول نفرض حظر تجول، المفروض ما حد يطلع، لان الهلال انا عارفه لا زعل، هو ما اخذ دوري، ما اخذ كاس ملك، ما اخذ اسيا السنه هذه، يعني بيشيل الاخضر واليابس. امسكوا لعيبتكم، حطوهم في حضونكم، عطوهم من حنانكم، احتووهم، لانه ممكن ياخذهم، وهو لا اخذهم مستحيل يرجعهم. انا عارفه. اشتغل كان الله في العون. السنه الجايه اذا استمر الوضع كذا تندمون. اوه يا هلال خفوا علينا، والله صدق بن ناف اليوم قال راح تسمعون صفقات كثيره ورا بعض متتاليه. عبد الكريم دارسي يا جماعه لاعب لنادي الهلال. يا ساتر وش قاعد يصير بالناف، وش قاعد تسوي؟ طبعا اللاعب يا جماعه ترى اسطوري فعليا، ترى اللاعب موهوب وجناح خرافي وعمره صغير، يعني مع الهلال راح يتطور وراح يطلع شيء اسطوري. اذا هذه البدايه عبد الكريم دارسي وعلي نجامي
وش بيصير مع الايام القادمه؟ الله يستر. بقى نسمع بس 3 اشياء: عقد وتوقيع برونو فرنانديز، واسم مين، والمدرب، صلى الله وبارك. في نهايه الفيديو عزيزي المشاهد اضغط زر الاضافه، بس ما ابغى منك شيء ثاني، نبغى نوصل 20,000 وباذن الله نوصلها.